الشتا دخل والبرد ماسك فينا إحنا قبل الفراخ، قفّل بقى يالّا على الكتاكيت والفراخ كويس عشان البرد، وبعد شوية نلاقي الفراخ كاشة وعينيها مدمّعة ومش بتقدر تاخد نَفَسها، ونلاقيها كمان فاتحة بُقّها وعمّالة تعمل أصوات، خاصةً بقى الأصوات اللي بتبقى زي الضفادع دي وعمّالة تقفّل في عينيها، وعينيها عمّالة تجيب في دموع وتفتح بُقّها لفوق عشان مش عارفة تاخد نَفَسها، ولا قادرة تتحرّك ولا قادرة تاكل. طب تعرفوا بقى إن أي غلط بسيط في التهوية أو التدفئة ممكن إن هو يضيّع شأننا كله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم يا أحلى أخوات عاملين إيه؟ ما تقلقوش عمومًا في الفيديو ده أنا هاقول لكم على الطريقة الصح اللي نضمن بيها يكون في جو كويس جدًا للفراخ من عمر يوم لحد الدبح، مهما كانت درجة البرد برّه، فإحنا لازم إن إحنا ندفّي كويس وإن إحنا نهوّي كويس علشان ناخد دورة ناجحة، ركّزوا بقى معايا للنهاية لإن فعلًا حرفيًا ممكن تفرق بين الربح والخسارة حاجة بسيطة جدًا في التربية، نبقى إحنا عاملين كل حاجة علينا صح؟ بس ممكن تيجي حاجة بسيطة نبوّظ بيها الدنيا خالص. فتعالوا بقى أقول لكم بس قبل ما نبدأ الفيديو، الأول نصلّي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، وما تنسوش أحلى أخوات وأجدع أخوات في الدنيا تعملوا لايك للفيديو، تنزلوا يالّا لو أنتم بتشرفوني في القناة لأول مرّة تعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس للكل، علشان يوصلكم إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة اللي إن شاء الله هتفيدكم وهتطلّعوا دايمًا، دايمًا دورة طيور سواء فراخ بيضا أو ساسو أو بلدي، كل حاجة إحنا بنعملها هنا في القناة، وإن شاء الله كل حاجة وكل الدورات بتاعتكم هتطلع ناجحة 100%. تعالوا بقى خلّيني أقول لكم إن أول حاجة لازم نبدأ بيها إن إحنا نجهّز المكان كويس من قبل ما الكتاكيت توصل، يعني طبعًا المكان اللي إحنا بنربّي فيه سواء بقى بطارية، سواء على الأرض، سواء في عنبر، في أي حاجة لازم يكون المكان نضيف ومتعقّم وتمام، ونضمن كمان إن ما فيش أي تيارات هوا داخلة، طبعًا ده في العمر الصغير نكون مقفّلين كل حاجة، ما فيش حاجة داخلة من الشباك، ما فيش تيار هوا داخل من الباب، والتدفئة هنا بتكون ضرورية جدًا، يعني لازم إن إحنا ندفّي المكان كويس من قبل ما توصل حتى الكتاكيت بتاعتنا، بحيث إن هم ييجوا ينتشروا على طول. خلاص بندفّي بإيه بقى، يا إما هنستخدم طبعًا دفّاية سواء غاز كهربا أي نوع من أنواع الدفّايات، أو هنستخدم اللُمَض اللي هي بتكون 200 في العمر كده الصغير في البرد اللي هو الجامد أوي زي اللي إحنا فيه ده. وعلى حسب طبعًا إيه المكان، بنحجّز ما بنحطّهمش في المكان كلّه لو المكان كبير، بنحجّز ليهم في مكان صغير، ونبتدي نحط الكتاكيت ونبقى مقرّبين اللمبة تكون مثلًا على بُعد حوالي 50، 60 سنتي كده منّهم، في العمر الصغير اللي هو عمر يوم اللي إحنا لسه هنجيبه، نشغّل اللُمَض بتاعتنا أو نشغّل الدفّاية أو أي شيء اللي إحنا بندفّي بيه، وندفّي المكان كده كويس علشان أول ما الكتاكيت تيجي تبتدي تنتشر ويكون المكان دافي من قبل ما ييجوا. السقاية كمان المَيّة ما تكونش مَيّة ساقعة، يعني هنملى المَيّة وهنسيبها في المكان والعلف كذلك اللي هم موجودين فيه، علشان لمّا ييجوا برضه المَيّة لازم أول حاجة يشربوها تكون المَيّة فاترة أو دافية، واخدة يعني بمعنى أصح درجة حرارة المكان. طيب بالنسبة للتدفئة بقى، كام درجة الحرارة اللي بتكون في الأول؟ في أول أسبوع من الكتاكيت بتكون محتاجة حوالي يعني درجة حرارة ما بين 33 ل34 درجة مئوية. تمام، يعني مش يعني بُصّوا في ترمومتر كده بيتباع عند البيطري إحنا بنجيبه بنعلّقه، وبنقيس بيه درجة الحرارة، بحيث إن إحنا ناخد درجة حرارة مضبوطة علشان الكتاكيت ما تسردش مننا أو تبرد. خدوا بالكم موضوع التدفئة ده مهم جدًا، جدًا، جدًا. لو الكتاكيت بردت مننا في الأول بتريش بدري وما بتكبرش، يعني بتعمل ريش تلاقيها كده هي حجمها صغير ومكمّلة كده ريش كامل، فبالتالي هي مش هتكبر، بتبقى دي اسمها إيه، سردت أو بردت مننا في الأول، فبالتالي خلاص كده مش هتكبر، فموضوع التدفئة من وهُم صغيرين مهم جدًا، يبقى أول حاجة درجة الحرارة بتكون من 33 إلى 34 وين بقى نحط بقى الكتاكيت بتاعتنا ونشوف، يعني لازم نراقب. لو هم متكتلين تحت الدفاية أو تحت اللمبة أو يعني عند مصدر التدفئة، يبقى ده معناها إن هم لسه بردانين، يبقى المكان كده مش دافي بالشكل الكويس، يبقى يا إما هنزوّد تاني لمبة كمان أو إن إحنا هنحاول ندفّي المكان تاني أكتر. لو بقى متفرّقين جدًا أوي وبُعاد أوي عن المكان بتاع التدفئة، لإن أنتم ممكن تلاقوا الكتاكيت بعيد وجاية أوي عند الحيطة وبعيد أوي عن مصدر التدفئة وأنتم ما أنتوش عارفين هم بيعملوا كده ليه. ده كده معناها إن الحرارة بتبقى عالية، يبقى لازم نخلّي درجة الحرارة زي ما أنا قُلت لكم كده هي 33 أو 34 علشان يكونوا متوزّعين بشكل كويس ويعرفوا ياكلوا ويشربوا بشكل كويس. طب هل بقى يعني درجة الحرارة اللي هي 33 أو 34 بتفضل مكمّلة معانا لنهاية الدورة؟ لأ طبعًا، لإن هم كل ما بيكبروا بنبقى محتاجين درجة حرارة أقل. هنبتدي كل أسبوع ننزّل درجة الحرارة 2 يعني لحد أمّا نوصّلها
ل22 أو 20 درجة، ده برضه ما فيش فيها مشكلة في العمر بقى الكبير لحد ما يوصلوا مثلًا شهر، 40 يوم، لحد طبعًا في ناس برضه بتسيبها ل45 يوم، هنفضل برضه هي ثابتة على كده لحد 20 تبقى 20 درجة يعني لحد الدبح. طيب التهوية بقى، إحنا كده يعني دفّينا واهتمينا بالتدفئة وعرفنا درجة الحرارة والدنيا كده كانت تمام والكتاكيت خلاص اتوزّعت وكَلِت وبتكبر طب بالنسبة بقى للتهوية، أكبر تحدي بقى في الشتا عايزة أقول لكم هو إزاي إن إحنا نهوّي المكان، بس في نفس الوقت الفراخ ما تنفعش إنها تبرد مننا، طب إيه الحل؟ الحل إن إحنا نفتح الشباك القبلي، يعني شباك ما يدخّلش هوا. شباك القبلي مش شباك البحري، يعني ما ينفعش إن هو ييجي عليهم تيار هوا، على فكرة ده برضه في الصيف إن إحنا ما ينفعش برضه ييجي عليهم تيار هوا، لا ساقع ولا تيار هوا سخن، ما ينفعش يكون في هوا مباشر، يبقى إحنا الحل إيه، الحل إن إحنا نفتح شباك يكون قبلي ولو أنتم مثلًا حاطينهم في بطارية بتغطّوا جزء من البطارية أو حاطاهم في كرتونة، ما ينفعش تقفّليه بقى كُلّه، لازم برضه تفتحي جزء وتسيبي كده جزء للنَفَس، لازم يكون في تجديد للأكسجين، خلاص؟ يبقى هنفتح الشبابيك وعلى فكرة كمان حتى في الصيف لو إحنا عايزين برضه نهوي، بنحُط المروحة بس ما تبقاش جاية عليهم هوا مباشر، يعني بنحُط المروحة عكس أو بنضربها في الحيطة أو بنعملها تكون وشّها لفوق، بحيث إنها تجيب عليهم هوا، بس في نفس الوقت ما ينفعش إن هو يكون هوا مباشر. خلاص، يبقى نفتح بس حتّة من شباك يكون قبلي بشكل كده بسيط، وخاصةً كده مثلًا ما يبقاش في الساقعة أوي بالليل، ممكن نفتحها كده وقت الضهر لمّا الجو كده يكون أدفى. الهدف إن إحنا عايزين ندخّل هوا نقي ونخرّج اللي هو ثاني أكسيد الكربون اللي هم بيتنفّسوه من غير ما نبرّد المكان. خلاص، وزي ما قُلت لكم كده إن إحنا بنبتدي نقلل درجة الحرارة لحد لمّا توصل لحوالي 20 درجة على عُمر الشهر. هنا بقى الفراخ لمّا بتكون كبرت بتقدر تتحمّل الجو أكتر، بس برضه لازم نتابع الجو لإن أنتم عارفين الفراخ البيضا حساسة بشكل فظيع. لو أنتم حسيتوا إن الفراخ أو التهوية اللي أنتم عملتوها دي الشباك مدخّل هوا، يعني لازم برضه يكون في مراقبة، الشباك دخّل هوا طبعًا إحنا مش هنفتح الشباك كلّه، برضه بنوارب كده الشباك أو بندخّل جزء كده بسيط لو أنتم في أوضة وممكن تفتحوا جزء من الباب يدخّل برضه النَفَس، بحيث إن ثاني أكسيد الكربون يخرج والأكسجين يدخل علشان يجدد لهم النَفَس من غير برضه ما يكون في تيارات هوا، لو أنتم حاسين إن هُم بردوا ارجعوا زوّدوا شوية موضوع التدفئة. وخدوا بالكم كمان من موضوع مهم جدًا عشان ده هنا في غلط ممكن يعني نحاول إن إحنا نتجنبه أساسًا، إن إحنا ما نفتحش الشباك مرّة واحدة عشان هُم كده هيبتدوا يبردوا، يعني الناس اللي مكتّمة وبدأت تقول عندها الأعراض اللي أنا قُلتها في أول الفيديو، العين مدمّعة ومش قادرين ياخدوا نَفَسهم أوي وكده، مع إن إحنا مقفّلين ما أنتم عشان ده فيه كتمة، فلازم نبتدي نهوّي لكن مش مرّة واحدة، يعني ما نقدرش نفتح الشباك القبلي ده مرّة واحدة، لأ، هنسيبها كده لإن إحنا لو فتحناه مرّة واحدة هيعمل تيار هوا بارد وبرضه الفراخ هتتعب وهييجي لها برد. فإحنا الحل إن إحنا بنبتدي نفتح حتّة، حتّة، نبتدي نهوّي عليهم شوية بشوية، تمام، وفي نفس الوقت برضه إن إحنا مش عايزين ندفّي بشكل كبير أوي، يعني زي ما قُلت لكم درجة الحرارة تكون مضبوطة زي ما إحنا قُلنا، يعني ما ينفعش إن إحنا نسيب مثلًا الدفايات شغّالة على أعلى درجة حرارة، أو إن إحنا نجيب اللُمَض الكبيرة ونغطّي على الفراخ خالص، لأ، ما ده ما ينفعش خالص على فكرة، ده كده ممكن برضه يعمل لهم اختناق أو بتبقى إجهاد حراري عشان بتبقى الحرارة زادت عليهم ويبتدوا بقى يعرقوا في بعض، وبرضه ممكن يموتوا أساسًا، وبرضه مش هيكبروا. يبقى دايمًا، دايمًا نكون إحنا مراقبين سلوك الفراخ بتاعتنا، وهُم بقى يعني الفراخ نفسها أو الكتاكيت هي اللي هتقول لنا إذا كان الجو مناسب والّا لأ، نتيجة لإيه؟ نتيجة لتصرفاتهم، مراقبتنا ليهم، إذا كانوا متكومين تحت اللمبة، إذا كانوا بعيد أوي عينيهم مش هنبتدي بقى نوصل إن هُم عينيهم تدمّع ويتكتم لإن عايزة أقول لكم يعني البرد إحنا ممكن نعالج البرد. لكن الكتمة وسوء التهوية والعين اللي بتدمّع والحاجة اللي هتحصل لهم بسبب الكتمة دي هتبقى صعبة جدًا في العلاج. فإحنا من الأول كده ما نستناش بكده، نهوّي بدون دخول أي تيارات للهوا. ودايمًا، دايمًا نحاول نراقب سلوك الفراخ، هم اللي هيقولوا لنا إذا كان الجو مناسب والّا لأ، نتيجة لحركتهم هنعرف إذا كان الجو عندهم كويس والّا لأ. خلاص؟ ده كده كان فيديو النهارده عن التهوية والتدفئة. لو بقى أنتم اتبعتوا الخطوات دي، هتلاقي الفراخ عندكم بتكبر يعني إن شاء الله بإذن الله صحتها هتبقى كويسة جدًا، لإن موضوع التهوية والتدفئة موضوع مهم جدًا في التربية، طبعًا مع إن الفراخ تكون فرز أول، العلف يكون كويس، هتلاقوا عندكم إن شاء الله الفراخ بتكبر صحتها كويسة، معدل النفوق أو موت الكتاكيت عندكم هتكون قليل جدًا، ومعدل الأمراض إن شاء الله يكاد يكون غير موجود، وده طبعًا اللي أي مُربّي
الطيور بيستناه. لو عندكم أي سؤال أو محتاجين أي توضيح أكتر اكتبوا لي في التعليقات وأنا هارُد عليكم. ما تنسوش بقى لو وصلتوا معايا هنا لنهاية الفيديو تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل النصايح الجديدة وكل فيديوهاتنا الجديدة، وبالتوفيق ليكم يا رب في كل تربية الطيور بتاعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.